السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم والدي وأموات المسلمين أجمعين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم آمين. يسعد مساكم أحلى متابعين، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله بخير. وأخيرا الفيديو المنتظر اللي هو فيديو الكعك والمعمول. فاليوم خليكم معاي، راح أعطيكم طرق الكعك والمعمول بالتفصيل وبكل تكاتها وبكل تفاصيلها، والأشياء اللي ممكن تعمليها وتزبط معاكي والأشياء اللي ممكن تعمليها وتخرب معاكي. فخليكي معاي بكل التفاصيل المهمة داخل هالفيديو. أول إشي بدي أبلش بالمواد. عندنا هون يا بنات اللي هو سميد الفرخة. طبعا سميد الفرخة هو أنعم من السميد الناعم. شفتوا أنعم سميد موجود، هذا أنعم منه لسه. فهو مميز للمعمول، يعني معروف إنه اللي بده يعمل معمول يستعمل سميد الفرخة. بالنسبة لطريقة المعمول اليوم أعطتني إياها متابعة بتستعملها هي وأختها، الله يشفي لها أختها يا رب، وإن شاء الله يا أم نور تحققي كل اللي بتتمنيه إن شاء الله. وإن شاء الله طريقتك هاي اللي أعطتيني إياها في ميزان حسناتك، لأنه أنا ما شاء الله يعني طلعت معي الطريقة روعة وعجبتني وعجبت الأولاد وعجبت أبو عمر. وكمان إن شاء الله إذا متابعاتي عملوها كله أجرها وثوابها إن شاء الله إلك ولأختك طبعا، الله يشفيها ويعافيها. فخلينا نبلش الفيديو مع بعض. هون يا بنات حطينا 3 كيلو سميد فرخة، سميد ناعم اللي هو سميد أنعم من الناعم، اسمه سميد الفرخة، معروف هذا للمعمول. جيت لأعمل بالجاط الأزرق، حسيت إنه صغير شوي، وأنا من يعني الشغلة الوحيدة اللي نسيت أشتريها الجاط الكبير. يعني لما اشتريت الأغراض كلها نسيت أشتري جاطات كبيرة للكعك وللأشياء هاي وللعجين. كان عندي والله 2، بس واحد استعمله لأشياء بطلت أنا استعمله للأكل، استعمله يعني لأشياء ثانية خلوه، والجاط الثاني انكسر. فالمهم خلينا هسه نرجع لطريقة المعمول يا بنات. أخذت 3 كيلو سميد الفرخة، حطيت عليهن 3 كاسات طحين، وحطيت عليهن 150 غرام من زبدة الشهد أو زبدة سان جولد. هاي الزبدة الصفرة اللي بتكون بالعلبة اللي شفتوها. سعر العلبة هاي 3 دنانير وفيها 1700 غرام. احنا بدنا قديش؟ 1500 غرام. يعني كل كيلو سميد إله كاسة طحين ونص كيلو زبدة، لأنه المعمول هذا هو طريقته معمولة بالزبدة. فكل كيلو سميد إله كاسة طحين و500 غرام من الزبدة. بنبسهن طبعا، بس بتبسيه بس وتضلي تدعكي فيه، يعني تبسي فيها لحد يعني ما تشوفي إنه حبات السميد كلها تغلغلت في السمنة في الزبدة. الزبدة زي ما شفتوا كانت جامدة معاي. طبعا أنا ذوبتها على الغاز شوي وتركتها تبرد بحرارة الغرفة. ما تحطي الزبدة سخنة وما تحطيها كمان جامدة، مش راح تقدري تتحكمي فيها زي ما تكون معاكي سائلة. بتضلي تبسي في السميد لحد ما تحسي إنه خلص هيك يعني أخذ حقه بالبس. بتبيتيه طبعا ليلة كاملة، 24 ساعة أو نهار، نص نهار مثلا. أو إذا عملتيه بالليل ثاني يوم الصبح اشتغلي فيه برضو بصير. المهم هيك بيكون قوامه وهيك بيكون شكله يا بنات. هيك صار جاهز للشغل بس لثاني يوم. فغلفته وتركته لثاني يوم. خلال الفترة هاي كل كم ساعة كنت أروح أبسه وأعيد شغله، يعني أرجع أبسه مرة ثانية. بتبسيه 2 3 يعني خلال ما هو موجود مغلغل بالزبدة. وتركناه طبعا، وبلشت هسه أجهز لخلطة لعجينة الكعك العادي اللي هي طريقتي المعتادة اللي أنا بستعملها دائما. بالنسبة للمعمول خلص هيك انتي بستيه وبترجعي تشتغلي فيه ثاني يوم تكملي المواد عليه. فهسه تركناه ورجعنا نجهز عجينة الكعك. الكعك أخذت 12 كاسة طحين، حطيت عليهن 6 معالق حليب ناشف ومعلقة شومر كبيرة ومعلقة ينسون كبيرة ومعلقة دقة الكعك. مع العلم أول مرة أحط دقة الكعك يا جماعة، ممكن يعطي لون غامق شوية للطحين أو للسميد، فعشان هيك أنا ما حطيته على المعمول، لا حطيته على التمر. بس بالنسبة للكعك والله حطيته مع الطحين يعني بصراحة. وأول مرة أحط دقة الكعك حسيت إنه لا، لو ما حطيتها يمكن أو ما كثرت أحسن. المهم هون حطيت 6 معالق حليب بودرة ناشف على 12 كاسة طحين.
وهون كنت خالطة المستكة والمحلب مع شوية سكر حتى إني أعرف أخلطها يعني. فطحنت المستكة والمحلب مع معلقة سكر ودرتها على 12 كاسة طحين، وحطيت معلقة شومر ومعلقة ينسون ومعلقة دقة الكعك والقزحة والسمسم زي ما شفتوا حمصناهن على الغاز. كنت حاطة سمسم أحمر وسمسم أبيض والقزحة حمصناهن على الغاز بيعطي طعم ونكهة أزكى كثير. وهون معلقة هيل كمان، وكم معلقة سكر 4. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب. احتمال إنه تكون بكرة ليلة العيد أو الليلة اللي وراها. طبعا أنا بحط على الخليط كمان بيكنج باودر وفانيلا يا بنات. بتحطي باكيت أو باكيتين فانيلا وباكيت بيكنج باودر، وبتخلطي المواد الناشفة مع بعض طبعا، وبعدين بتضيفي عليها السمنة والزيت اللي هي المواد الدهنية. طبعا هاي الكمية 12 كاسة دائما أنا بحكي لكم بدها 5 كاسات مواد دهنية، 3.5 سمنة وكاس ونص زيت. أنا هيك تقديري يعني للكعك، وما بيطلع كثير دسم أو إنه زيوته كثيرة أو المادة الدهنية فيه كثيرة، لأ عادي. حاولت مرة إني أقلل ما زبط معاي بصراحة. احكولي انتوا عملتوا كعك ولا ما عملتوا ولا ناويين تعملوا؟ في ناس كثير على فكرة مش ناوية إنها تعمل. في ناس حابة إنها مثلا العيد هذا تمر وقهوة، وفي ناس حابة إنها تتبرع بمبلغ الكعك، يعني بالسعر اللي تتكلف فيه بالكعك إنه تتبرع فيه لأهل غزة، والله يجزيهم الخير. وفي ناس لا هم يعني مثلا لسه بيستنوا في طريقة معينة عشان يستخدموها. طبعا طريقتي هاي للكعك كانت من العام وموجودة على القناة طبعا نفسها بنفس المقادير، فيمكن في متابعات يعني راحوا على الفيديوهات السابقة تبعات العيد الماضي وأخذوا الطريقة، لأنه ما شاء الله يعني كثير ناس عملوها على الطريقة هاي وطلعت معاهم كمان كثير مرتبة زاكية يعني وخلص مضمونة. فطريقتي بالنسبة للمعمول أول مرة أعملها، لكن صراحة انبهرنا فيها، خرافية يا بنات. طريقة المعمول كثير كثير زاكية، الله يجزيها الخير أم نور هي وأختها يا رب. يعني بصراحة أنقذتني، لأن مش عارفة أنا يعني محتارة بطريقة، بدي طريقة للمعمول تكون مضمونة، لأنه يعني الواحد ما بيحب إنه يتكلف بهالمواد وآخر إشي ما تزبط. فكنت أدور على طريقة إنها تكون مضمونة وما تغلبني، وفعلا طريقتها كانت كثير كثير حلوة وسهلة، رائعة رائعة عن جد. هون بعد ما لمينا العجين مع المواد الدهنية بدنا نبلش نعجن فيه مع مية اليانسون. كنت غالية شوية من مية اليانسون وخليتها فاترة وجيت لأعجن فيها. طبعا أنا استهلكت معي الكمية كاستين من مية اليانسون على 12 كاسة طحين. هاي الكمية 12 كاسة طحين أخذت معاي كاستين تقريبا من مية اليانسون. بس برضو برجع لنوع الطحين يا بنات، فحطيه بالتدريج وحركي واعجني، فأنتي بعدين بتشوفي إذا بحاجة أو لا. طبعا بتجربي وبتشوفي إذا هيك في تشققات أو لا، إذا هيك زابط. يعني أنتي بتعرفي من شكله لما تشكليه بتعرفي إنه زابط ولا مش زابط. وهيك صارت العجينة جاهزة. وهسا نيجي للتمر. التمر أنا ما بجيبه جاهز يعني معجونه جاهز، إذا كان عندي تمر بعجوته بيزبط يعني للكعك. ببزره وبعدين بحطه على الغاز شوية هيك بخليه يدفى، يعني خليه ياخد هيك شوية حرارة عشان أعرف أعجنه. بحط عليه معلقة زبدة كبيرة أو سمنة يعني المتوفر، وبعجنه مع السمنة أو الزبدة. بس شايفين كيف بسرعة بيذوب معنا وما بيغلب بصراحة. وكان عندي يعني كمية من التمر هذا، فمش حابة إني يعني إذا موسم الكعك ما استخدمته متى راح أستخدمه يعني. فحكيت خلص إن شاء الله إني بخلي الأولاد يبزروا لي إياه، وفعلا ساعدوني الأولاد فيه بزروا لي إياه والحمد لله. كانت كميته كثيرة يعني كفت لكل كمية المعمول مع كل كمية الكعك. شايفين كيف بنقلبه شوية على النار بعدين بنعجنه على إيدينا. سبحان الله، هي عجقة الكعك والمعمول وريحة المعمول في الدار هاي كلها يعني طقوس وأجواء عيد. فيعني مش غلط لو إحنا فرحنا هالولاد بشغلات زي هيك،
وإن شاء الله يا ربي هيك ربي يهدي بالنا جميعا، ويجي العيد علينا وإحنا في أحسن حال. وأهل غزة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إنهم يكونوا محررين ومنتصرين بإذن الله. ربي يهدي بالهم يريحهم ويفرجها عليهم. بتدعكي التمر كويس، يعني خليه مثلا هيك تحسي إنه خلص كله صار طري، عشان هسا نحط عليه البهارات. فالأغلب يعني أغلب الناس وأنا منهم كمان بكثر بهارات على التمر أكثر من العجينة نفسها. يمكن أكون حطيت على العجينة شوية، وخصوصا المعمول حطيت عليه رشات بسيطة، هسه رح تشوفوا كيف. لكن على التمر بحط أكثر، يعني حطيت معلقتين شومر، معلقتين ينسون، معلقة كبيرة من دقة الكعك، وحطيت برضو هيل، وحطيت قرفة وهيك. يعني هاي المواد هي اللي بتحطيها على التمر وبتعجنيه كويس وبتبلشي تستعملي فيه. والله يا صبايا بحب كثير أشكركم على التعليقات الحلوة اللي بتعلقوا لي إياها دائما في كل فيديو، بترفعوا معنوياتي. وكمان بدنا نرحب بالمشتركين الجداد اللي دخلوا على القناة جديد من فترة، وإحنا مشغولين بهالعجقات وما فضينا نرحب بالمشتركين من أسبوع تقريبا. حياكم الله جميعا في قناتي، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وإن شاء الله إني أكون عند حسن ظن الجميع، وقناتي هيك تكون من القنوات الممتعة اللي بتستفيدوا منها وتكون بنفس الوقت ممتعة إن شاء الله يا رب. هون يا بنات طبعا بلشت أعمل بالكعك. بتكوري كرات صغيرة حسب الحجم اللي انت بتحبيه من حجم حبة الكعك. يعني في ناس بيحبوها تكون صغيرة كثير، وفي ناس بيحبوها تكون وسط، وفي ناس بيحبوها كبيرة. فأنا والله صراحة طلع معي مشكل، وسط وصغير، ما بتطلع معي كبيرة لا، بس في اشي طلع وسط واشي طلع كبيرة الحبة. فما بدقق كثير على الحجم، أنا بعمل تشكيلة وطبعا هون بنبلش نشكل فيها. شوفوا لما تكون العجينة معاكي ظابطة مش راح تتغلبي أبدا أبدا فيها وفي تشكيلها. فإذا اتبعتوا الخطوات بالضبط، هاي نفس طريقتي العام الماضي، وكثير متابعات عملوها وزبطت معاهم ما شاء الله، وطلع الكعك معهم خرافي. إذا اتبعتوا الطريقة صح إن شاء الله راح تزبط معاكم. بس بده الواحد يكون يشتغل بدقة، يعني إنه ما تكثري إشي من عندك أو تنقصي إشي وتحكي إنه مثلا ما زبطت لأنه الشغلة الفلانية. بس بصراحة يعني هاي الشغلات دقيقة، بدك تحطي كل إشي من يعني حتى الأنواع، تخيلوا مش بس الكميات. يعني لأن الواحد أحيانا بيكون يعني مكلف حاله، وهاي الشغلات مش دائما بيعملها، فبيحب إنها تزبط يعني. فخليكي دائما اشتغلي بدقة، وهيك بنكون بنشكل أشكال الكعك كلياته. خليكي كريمة بالتمر وحطي تمر كويس فيها، يعني عبيها تمر أزكى. هي كل ما كانت الكعكة مليانة تمر بتكون هيك طعمها أزكى، وخصوصا إنه التمر يعني حطيت عليه بهارات كثير، حطيت هيل، قرفة، شومر وينسون، وحطيت كمان زبدة على التمر عشان نعرف نعجنه. وما شاء الله يعني حوائجه هيك، نكهة الحوايج فيه كثير ظاهرة. وكمان دقة الكعك بصراحة أول مرة أستعملها في الكعك والمعمول، بس كطعم أعطت طعم خرافي، يعني بتفرق في الطعم. بس بالنسبة للون، عشان اللون ما تحطوا كثير على العجينة، لا حطوه أكثر بالعجوة بالتمر. وهون حسيت حالي إني مطولة طبعا، والشغل الكعك بده قاعدة، فأخذت أغراضي وقعدت على الأرض بصراحة. هيك حسيت حالي إنه هيك أريح، فبلشت شغل على القاعد، وطبعا لأنها الكمية كثيرة. وهون زي ما انتم شايفين كيف بتشكل معي الكعكة بدون أي غلبة، أو بتعملي الحجم اللي بناسبك. طبعا بهذا اليوم يا بنات كانت بنتي لسه مش مروحة من الجامعة، وكان كمان بنتي الثانية عندها مركز، عندها يعني حصة، فوالله الشغل طلع كله علي، شغل الكعك على الأغلب. بنتي الصغيرة يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني جديد صارت أعتمد عليها بالدار شوي. فيعني برغم إني أنا مشتغلة بالدار قبل ما أنام، أنا أول ما صحيت بلشت شغل بالكعك، وقبل ما أنام يعني كنت مشتغلة الدار. طبعا كنت عجنة الكعك ومجهزة كل إشي. وزي ما شفتوا هي على يومين أنا اشتغلت الكعك، يعني أول يوم جهزت الخليط والعجينة، يعني جهزت كل إشي وبزرنا التمر. وثاني يوم الصبح بس قمت إيش عملت، طبخت التمر. أنا بعتبره طبيخ يعني، حطيته على الغاز شوي، قلبته شوية على النار يعني، وعجنته وجهزته وبلشت على طول شغل لأنها العجينة جاهزة.
بالنسبة للمعمول كل شوية كل كم ساعة هيك 4-5 ساعات أروح أبثه مرة ثانية لحتى آخذ النتيجة اللي أنا بدي إياها. طبعا ما شاء الله أم نور ما خلت ولا خطوة يا بنات إلا وحكت لي إياها، يعني ما شاء الله كل شي بحذافيره، فربي يجزيها كل خير، لأنه بصراحة يعني ولا غلطة ولا غلطة. طعم المعمول رائع، يعني الله يسلم إيديها هي وأختها يا رب ويشفي لها أختها، اللهم آمين. وزي ما شفتوا شكلنا الكعك اللي هو كعك الأساور الفلسطيني العادي اللي هو الكعك المعتاد، إشي نقشته بالملقط وإشي خليته لا زي ما هو والله على طبيعته. فهيك كان المنظر النهائي للكعك، ما شاء الله ريحة الدار اليوم كعك، روائح العيد هلت علينا إن شاء الله، يا رب يجي وإحنا هادين البال وجميعنا في أحسن حال، والحمد لله رب العالمين على تمام النعم، الله يديمها يا رب ويحفظها من الزوال. إن شاء الله يا ربي إحنا وإنتو دائما بخير وصحة وعافية وهداة بال. هون يا بنات رجعت بعد ما خلصت الكعك بلشت شغلي بالمعمول. المعمول طبعا حسيت إني لازم أكون كثير دقيقة فيه كوني أول مرة بعمله يعني، ولإني بصراحة حابة إنه يزبط معي عشان إنتو كمان تستفيدوا. يا الله شو أجاني تعليقات: أم عمر اعملي لنا المعمول، أم عمر بدنا طريقتك في المعمول، ومش عارفات إنه أم عمر أول مرة تعمل المعمول. عن جد أول مرة والله. فبس الحمد لله طريقة أم نور كانت صراحة 100%. هون يا بنات بعد ما رجعنا كمان مرة بسينا الخليط تبع السميد مع الطحين مع الزبدة. زي ما حكيت لكم كل كم ساعة كنت أروح هيك أبسهن وأغطيهن. بعدين لما جيت أشتغل فيها بسيتها مرة، يعني المرة الأخيرة بسيتها وحطيت عليه رشة من كل نوع اللي هي شومر واليانسون، ورشة مستكة مع محلب كمان، ورشة هيل، وحطيت كاسة كاملة من السكر الناعم وكاسة كبيرة برضو كاملة من الحليب الناشف، وخلطته كله مع بعض. بدك تنتبهي لنقطة إنه ما تعجني عجن المعمول، حاولي إنه تبسيه بس وهيك يعني تفتحي حبات وتفتيح. بالنسبة للخميرة يا بنات هاي الكمية كلها اللي هي رطل سميد أخذت معاي معلقة واحدة ممسوحة مسح من الخميرة، ما بنحط بيكنج باودر ولا إشي، بس معلقة خميرة واحدة وممسوحة مسح. ومش هسه بنحطها زي ما انتم شايفينها بالصحن الأبيض، قبل ما أبلش تشكيل فيها بحط معلقة الخميرة. هون حطينا كاسة زيت قلي، زيت نباتي صغيرة، كاسة شاي مليانة زيت نباتي، ورجعنا نخلطها كمان مع الخليط. وبالنسبة للحليب أنا ما بقدر أفيدكم بكمية الحليب اللي لازم تستعمليها. بدك تحطي عندك شوية حليب سائل، أنا عبيت مثلا الغلاية عندي حطيتها، استخدمت تقريبا 3 كاسات حليب سائل دافي، لازم يكون الحليب دافي وبتعجني بالحليب. فأنا حطيتها على مراحل كوني أول مرة يعني بعملها، فحبيت إني أدير الحليب على مراحل، بس الكمية كلها اللي أخذتها هاي الكمية من الحليب أخذت 3 كاسات حليب سائل تقريبا أنا. فبتبلشي كمان تشوفوا كيف أنا بفتح حبات السميد، ما بعجنه عجن وبخبصه في بعضه، بحاول أخليه يشرب الحليب وأحركه كله في بعضه لكن مش تعجين. زي ما انتم شايفين هاي الطريقة أنا يعني حبيت الدور إني يعني كل شي بالتفصيل أحطه عشان المتابعات اللي صغار أو اللي حبات يتعلموا طريقة كعكة جديدة أو حدا حاب يتعلم هاي الطريقة يكون يعني خلص كل إشي بحذافيره موجود. لأنه بصراحة هاي الشغلات مكلفة وحرام إنه الواحد يجيبها وبعدين آخر إشي ما تزبط. فيعني الحمد لله رب العالمين طريقة كثير سهلة وحلوة، وظليت أعجن فيها زي ما انتم شايفين لحد ما شفت مش عجين طبعا زي ما حكيت لكم، لحد ما شفت قوامها إنه خلص يعني هيك ممتاز. طبعا حطيت معلقة الخميرة كمان وحركتها في آخر مرحلة يا بنات. هيها هون حطيت معلقة خميرة ممسوحة، لما هيك تأكدت إنه قوام العجينة مزبوطة ويعني قابلة للتشكيل بشكل صحيح، ضفت معلقة الخميرة وحركتها هيك شوي معها وعلى طول بلشت تشكيل فيها. طبعا أول مرة أعمل بعمل المعمول على إيدي يعني كشكل وتنقيش وهيك، فحسيت إنه أول كم حبة كانوا كبار شوي ومش مزبوط شكلهم منيح، فحبة على حبة صارت تزبط معي أكثر
ويعني ما شاء الله بالنهاية طلع شكلهن كثير حلو وروعة. عندي قلبين خشب أنا، بس ما حبيت إني أستعملهن كثير. حبيت شكل الإيد أكثر. طبعا ملقط التنقيش هذا اليوم جابوا لي إياه، سعره $0.5 على فكرة، مش غالي، فلازم يكون في كل بيت. أنا كل مرة بعمل كعك الأساور وبس وما بنقش، بس المرة هاي حبيت إني أنقش، وكمان عشان المعمول طلبته، يعني عشان المعمول، فكثير نفعني في المعمول. صرت أكور الحبة وأحط فيها قطعة تمر، يعني برضه كنت أكور قطع التمر الصغيرة وأشكلها بالشكل اللي أنا بيناسبني اللي بحبه، وبعدين أنقشها النقشة اللي بدي إياها. وعندي سر من الأسرار برضه، أخدته من أم نور برضه، الله يجزيها الخير، اللي هو عشان شكل النقشة هذا ما يروح. شو السر؟ إنه نحمرها، يعني تكون النار فوق المعمول، تكون النار فوق المعمول بالأول، يعني بنحمر وجهه، بنخليه يتحمر أو ينشف، وبعدين بنطلعه فوق، اللي هو نستويه. عرفتوا شو السر؟ إنه النقشة بتضل زي ما هي. وهسه رح تشوفوا أنا بخبز فيه كمان، يعني اليوم صورت لكم كل إشي بالتفصيل، عشان هيك الفيديو شوي طويل، فمعلش تحملوني شوي. وأنا كمان خالطة هذا الفيديو مع الكيك مع المعمول، فعشان هيك وكل إشي بالتفصيل، عشان هيك أخذ معي كثير وقت. هون طبعا كنت أحاول إني أستعمل قوالب الخشب، لكن صراحة غلبتني. بتغلب لما تنزل الكعكة أو المعمولة من القالب، فديك الصوت مزعج وخلاص حكيت، يعني أنا أصلا حبيت شكل الإيد أكثر واستغنيت عن القوالب. والحمد لله رب العالمين شكلناها على إيدينا، طلعت أشكالها كثير حلوة، وأهم إشي الطعم بجنن. شوفوا أنا أشتغل في العجينة كثير سهلة، يعني حسيتها مريحة بالشغل، عشانها ظابطة، يعني كونها ظابطة ما راح تغلبك أبدا. شوفوا ما شاء الله الشكل روعة. وعلى فكرة لما خبزتها بالشكل هذا، يعني حمرت وجهها بالأول، ضلت محافظة على شكل النقشة. طبعا هون كمان عملت على الطاولة وأنا واقفة في المطبخ، بعدين أخذت الكمية كلها وقعدت على الأرض، لأنه ما بتوفي معي أعمل كمية كبيرة وأنا واقفة. يعني ما شاء الله أنا عاملة رطل من السميد، تخيلوا. طبعا سميد الفرخة معروف للمعمول، وكنت خايفة إني ما ألاقي منه هون صراحة من عندنا من المنطقة. لما وصيت أبو عمر يجيب لي منه، حكالي فيه بس حل، يعني بالكيلو بيبيعوه، فحكيت له بضمنش يكون هو اللي هو سميد الفرخة. يعني مرات بيحكوا لك يعني هو سميد الفرخة، فبطلعش هو، يعني ممكن يكون سميد ناعم. بس حكيت له مش مشكلة، طالما الكيلو بدينار وأنا بدي أصلا رطل، يعني ب1.5 دينار، مش راح يخسر بستعمله بإشي ثاني إذا ما طلع هو. ولما شفته اتفاجأت إنه هو سميد الفرخة ببيعوه بالكيلو، فما شاء الله يعني قوامه ونعومته زي الطحين تقريبا، فاتأكدت إنه هو. حتى أنا سمعته بيحكي، يعني الزلمة بيحكي له هذا السميد اللي أنعم من الناعم، فشكلهم بيعرفوه، يعني متعودين إنه في ناس بيشتروا من عندهم من هاي الأنواع. شايفين كيف هون المعمول يا بنات؟ حطيته أول ما فوتته بالفرن، حطيته بالفرن والنار يعني تكون النار فوق المعمول، لحتى إن الوجه ياخذ هيك يمسك شوي أو يشد أو ياخذ لون. حتى كمان أنا خليته ياخذ لون يعني كامل، يعني ما نزلته تحت بعد ما إني خبزته، خلص هيك التحميرة الممتازة. بعدين طلعته زي ما أنتم شايفين، فأخذ التحميرة الحلوة. ما تحمريه كثير حلو، إنه المعمول يكون لونه فاتح بصراحة، يعني ما تعطيه لون الأحمر الغامق، أو اللون اللي يكون على سواد أو إنه محروق أو هيك، لا. الحلو في المعمول إنه يكون لونه هيك حمار خفيف مع شوية بياض، يكون لونه أبيض شوي. وهيك المنظر النهائي للمعمولات اللي بشهن صراحة. طلعوا قوامهن، بدي أفتفت شوية منها لحتى تشوفوا كيف قوامها بجنن. طلعوا ما شاء الله. ولا الطعم يا بنات خيال خيال خيال، عن جد كثير كثير طعم. خلص أنا اعتمدتها هاي الطريقة، يعني مش راح أعمل غيرها بالمعمول. يعني أنا الكعك ضليت أدور على طرق لحد ما اكتشفت طريقة أختي هاي اللي هي بتجنن. طعم خرافي للكعك بيكون. لكن المعمول ما دققت على طريقة معينة. بالصدفة المرة هاي أم نور أعطتني طريقتها،
وبصراحة حبيت هالطريقة، يعني حسيتها سهلة وموادها متوفرة، وإن شاء الله يعني أنا عندي ثقة في أم نور، فحكيت خلاص إن شاء الله راح تطلع زاكية 100%، وفعلًا زي ما توقعت طلعت. واللي عجبني أكثر إنه أبو عمر يعني ما بيمدح أي إشي صراحة، يعني الإشي اللي عاجبه بيحكي زاكي، والإشي اللي مش زاكي خلص مش زاكي، فعجبته كثير طريقة المعمول هاي وقال لي اعتمديها. وبالنسبة لطبيخ اليوم ما طبختش طبعًا لإني مشغولة بالكعك والمعمول، والحمد لله رب العالمين على نعم الله، جابوا أكل جاهز أريح لي، لإني مش أريح لي والله أنا معجوقة بالمطبخ بالكعك والمعمول وحالتي حالة يعني، فحزنوا علي وجابوا أكل جاهز اليوم، بالرغم من إنهم بيحبوا الطبيخ أكثر، وأنا كمان والله بحب أطبخ أكثر ما أجيب جاهز، لكن الواحد أحيانًا بيضطر. هيك بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى إنه يعجبكم وإنه تكون طريقتي بالكعك والمعمول دقيقة وبحذافيرها، واللي عندها أي سؤال تكتب لي بالتعليقات وأنا جاهزة. بشوفكم بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.